السلام عليكم، أنا أمل. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ورمضانكم كريم. وبهذه المناسبة كده حابة أعمل فعاليات لينا أو للأطفال. أنا بالنسبة لي هذه الفعاليات ممتعة بالنسبة لي، فالمهم حبيت أشارككم. فنقول بسم الله. أول حاجة زي ما أنتم شايفين حأستخدم أي شوكولاتة سادة عندي، وحأستخدم هذه عيدان البسكوت المغمسة بالشوكولاتة. شايفين كيف شكلها؟ أيوة، بس هذه هي المكونين. ورسمت هلال زي ما أنتم شايفين على أي ورق A4، وبعدين حستخدم ورق زبدة أحطها فوقه علشان أشوف فيها الهلال. وعندي الشوكولاتة حأسيحها في الميكروويف 10 ثواني، وأقلب 10 ثواني وأقلب لين ما تسيح عندي. وبعدين حأقلبها في قمع التزيين. قمع التزيين الكيس البلاستيكي عادي، مو شرط هذا. إذا عندكم هذه الأداة طبعا أسهل وأسرع، بس إنه إذا ما عندكم استخدموا القمع التزيين العادي وقصوا بس راسه، خلوها بس نحيف الراس علشان تعرفوا ترسموا فيه. وبس. والسبرينكلز أهم حاجة عندي، سبرينكلز عشان نعرف نزينها. وبس نقول بسم الله وحأبدأ أرسم وأشوف. يعني الهلال مو مرة باين لكم تحت الورق الزبدة. طلع عندي ورق الزبدة الشفاف مخلص. انتوا استخدموا ورق الزبدة الشفاف مرة أسهل ويبين معاكم أكتر. وبس. وبعدين حأرسم، بعد ما رسمت الهلال حأرسم شخاميط جواته، بس أهم شيء الشخاميط تكون لاصقة في جدار الهلال، عرفتوا؟ عشان بعد ما تجمد تتشال قطعة واحدة. ان شاء الله انكم فاهمين. المهم سووا زيي بالضبط، ان شاء الله ما راح تغلبوا. وبعدين اخر حاجه حكب عليها السبرينكلز الملونه، ما في مشكله. حطيت شويه من الشوكولاته، سبرينكلز الشوكولاته، وبعدين حطيت كمان ذهبي وفضي. فمرة مرة مرة حلوة الفعالية. وإحنا لو تشوفونا إحنا كده كعائلة ساعة وإحنا نرسم ونشخمط ونزين. من جد من جد فعالية مرة كانت حلوة. ورسمت حبة تانية برضو عشان تشوفوها. وعندي قائمة تشغيل في حلويات رمضانية إذا أنتوا حابين، حطيتها تحت في الديسكريبشن وبرضو حتكون في الآي. بس المهم حدخلها على الفريزر تقريبا نص ساعة، حتاخد معايا إلى لما تجمد أو أقل. المهم شوفوا كيف شكلها طلعت تجنن حقيقي. الفعالية تفوز. هي فعالية ممتعة وما يحتاج لها كمية مكونات علشان تعرفوا تستمتعوا، عرفتوا؟ وإن شاء الله إني أديتكم فكرة إنكم تزودوا الترابط الأسري وكذا. لا لا، أمزح أمزح. المهم هذا هو الفيديو حق اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو وبس.